اخويا الزملكاوي، بقول لك ايه، حلوه الحته دي، عجباني بالاخر يعني. فتجيبها بما يرضي الله ولا اخده منك بما لا يرضي الله؟ بنتايج انا راجل محتاجه عندي في الفريق. انت عارف اخويا انا ما عنديش باك شمال، بلعب كوكا وبلعب شكري اللي من ساعه ما جه هو مصاب، وبدور على باك شمال. وبصراحه الراجل ده بص يعني فنان، ده انا حتى جايب لك حتت من مطوشته معايا، يعني من كنت ما انا معجب بالراجل ده. فانا قلب اخوك عشمان فيك في الحته دي. اصل هو ماشي يعني خلاص، انت مش عارف تدفع فلوس وهو عايز يمشي، فبدل ما يروح لبيراميدز يجي لنا يعني احنا. وبعدين بقى ده هناك بقى هيلاقي زيزو وهيلاقي بن شرقي وهيلاقي امام، يعني مش هيروح في حته غريبه، ما تقلقش يعني. واديك شايف هو وكيل اعماله طلع وهددكم وقال لكم ان انا مش هتنازل عن حق اللاعب ولا عن حقي، وان الراجل بيلعب عادي ما عندوش مشكله، وان الراجل لحد دلوقتي ما لجاش للفيفا ولا مش في الطرق القانونيه، فسكه ودغري يعني هاتوا الفلوس. وبيقول لك كمان بالبلدي كده يعني ان المسؤولين عندك هناك مش قد كلمتهم، كل ما يدوا كلمه ما ينفذوهاش، وان التعامل مع النادي ومعاكم بقى شيء بالنسبه له صعب جدا ومش حابه يعني. وشوح بايده كده قال مش عايز اتعامل مع النادي كده. ايوه والله. وبيقول لك كمان من الاخر ان نادي الزمالك لازم يحترم العقود بتاعتنا عشان ما احطش عليك، وانت فاهم هيجي على الفيفا اللي كل يوم بتلاقي عندها 4 5 6 اوقات، هتخش في دايره طويله. فيا حبيب اخوك بقى ايه، ما تشغلش مخك زي زيزو اللي ما رضيتش تبيعه ب 6.5 مليون دولار وجالي مجانا. ده انت كمان شوف انت مرزقتك فيه قد ايه، هنرزقك ما تقلقش يعني. ويا باشا مش هيروح في حته بعيده بقى، قلب اخوك ماشي يا حبيبي. ما تشغلش مخك تاني بقى زي زيزو، اوعى تعمل كده عشان هو جاي.